ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ welcome back to my channel. بمناسبة ان انا يعتبر الفيديو ده لما ينزل الفيديو بتاع اللابتوب هيكون نزل، فقلت اصور لكم الفيديو بتاع الكروم اكستنشنز. هو كده هيبقى يعني صغير عشان حرفيا انا هحاول ابقى to the point باقصى يعني باقصى ما عندي يعني. فعايزة اقول لكم 7 كروم اكستنشنز فرقوا معايا في الاكسبيرينس بتاعتي على اللابتوب وعلى جوجل كروم بشكل مش طبيعي. اول حاجه كنت قلت لكم عليه في الفيديو بتاع اللابتوب وهو التاب ليميت اكستنشن، اسمه تاب ليميت. الاكستنشن ده بيخليني ان انا افتح عدد تابز معينه بحطها، مثلا 3 أو 4، بحيث ما اعديش ده. ليه؟ لان اولا لو كمان انت شخص عندك ADHD او ADD، ويعني في تشتت وممكن تفتحوا كذا تاب وتتشتتوا بينهم كلهم فما تعملوش حاجه في الاخر، ده حرفيا هيفرق معاكم بشكل مش طبيعي. وكمان هتحسوا ان انتوا خلاص انتوا اتعودتوا ان هو 3 تابز بس اللي بتفتح، انتوا خلاص بتبقى دماغكم سيستمت بعد كده ان انا مش هفتح اكتر من 3 تابز. فانا هخلي هنا مثلا، هفتح هنا مثلا نوشن، وهفتح هنا مثلا سكيل شير مثلا، وهفتح هنا مثلا حاجة بعملها، وخلاص هما ال3 دول بس. وحاجة تانية كمان ان هي بتخفف على الجهاز قوي، لان انتوا لما بتفتحوا يعني مثلا 7-8 تابز حرفيا جوجل كروم كله بتلاقوه علق، ف بتقل الجهاز بتعمل مشاكل. فليه التاب ليميت ده بصراحة فرق بجد معايا. تاني اكستنشن وهو بلوك سايت. بلوك سايت ده من الاخر بيعمل بلوك لاي حاجه ادلت، يعني مش ادلت، حاجه اي حاجه مش حلوه، يعني اي حاجه مش حلوه، اي حاجه بلس 18، اي حاجه من الحاجات دي. لان احنا بالذات انا بالذات يعني لما باجي اسرش مثلا على حاجات مثلا في ويب سايتس انا ما اعرفش ايه الويب سايتس دي، بيجي لي اعلانات اللي هو كده غريبه. فالبلوك سايت ده بيساعد في ان اول حاجه ما تزيد تظهر خلاص هو اصلا بيعملها بلوك، مش بتظهر لي اصلا. حاجه كمان برضو مفيد فيها ان احنا ممكن نختار كذا ويب سايت، يعني 3 اظن في الفري فيرجن. لو مش عايزين مثلا نفتح انستجرام مثلا على اللابتوب، لان احنا مثلا بنقضي عليه وقت وكده على اللابتوب فبنضيع وقت، فهو بيروح عامل اول ما نيجي نفتح الانستجرام يروح عاملها لنا بلوك لو احنا حطينا في الليست الحاجات اللي احنا عايزين نعملها بلوك. هتقولوا لي طب ما انا ممكن اروح على الاكستنشن وبعدين اعمل له الغيه. هيبقى موضوع يا جماعه، انتوا هتكسلوا صدقوني، هتروحوا قايلين طب ما افتحوا من التليفون اسهل. ما تفتحوش على التليفون برضو، بس يعني هو بجد بجد هيفرق، وانتوا هتكسلوا تعملوا كده. لو عملتوا كده مره مش هتعملوا كده تاني، هترجعوا تاني وهتحسوا لا موضوع كبير قوي ان انا اقعد الغيه وبعد كده ارجع تاني على وبالذات انتوا اصلا عاملين تاب ليميت، فانتوا مش هتعرفوا تفتحوا كذا تاب. فصدقوني هو الموضوع يعني بيصب في بعضه. تالت اكستنشن فرق معايا جدا هو جرامرلي. واظن كذا حد عارف جرامرلي، هو مصحح انجليش للجرامر للفوكابلري كده. يعني لما تيجي تكتبوا مثلا اساي او عايزين تكتبوا ايميل لحد وانتوا اللي بتكتبوه مثلا مش من شات جي بي تي او حاجه، هو لو في مس سبيلنج، لو في مثلا مش حاطين مثلا كابيتال او نقطه او كده، بيظبط لكم كل ده. والاكستنشن ده مش في جوجل كروم بس، هو انتوا ممكن تنزلوا ابلكيشن جرامرلي اصلا وهو يعني يبقى على اللابتوب كله، يعني انتوا مش شرط تكونوا بتكتبوا حاجه في جوجل كروم. فانتوا ممكن تكونوا بتكتبوا في اي حاجه في اي براوزر تاني ويظبط لكم ويكون الاكستنشن ده موجود. يعني هو اكستنشن لللابتوب كله مش للجوجل كروم بس حبيت ان انا اضيفه بصراحه. رابع اكستنشن فرق معايا جدا وهو اسمه انهوك. انهوك ده لليوتيوب. المفروض ان انتوا لما بتفتحوا على اليوتيوب على لابتوب بيظهر لكم الفيد اللي هو الفيديوهات اللي بتظهر لكم في على الجنب بلاي ليستس وحاجات، بس ساعات احنا بنسرح في الفيديوهات وبنقعد نسكرول كده ونشوف اي فيديوهات يعني مش الحاجات مثلا معينه نتفرج عليها او كده. فانهوك ده بيبقى في اختيارات كده ان انتوا ان يظهر لكم الفيد سودا، عشان لما تخشوا تسرشوا على الفيديو اللي انتوا عايزينه بس، مش تفتحوا بقى وتسكرول وخلاص، لا انتوا تسريشوا على الفيديو اللي انتوا داخلين عشان تجيبوه وما تتشتتوش وكده. اغلب الاكستنشنز دي عامه يعني هي مفيده للتشتت، لان انا كشخص بتشتت جدا 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 الحاجات دي،
فرقت معايا بجد. اكستنشن كمان فرق معايا وعرفته من واحده صاحبتي اسمه تسبيح. هو كل ما تفتحوا تاب بيجيلكوا ذكر او اظن ذكر، ايوه اي ذكر او دعاء او كده يعني. فاللي هو بيفكركم بربنا، وفي نفس الوقت انتوا قاعدين اصلا بتبقوا productive يعني بتجددوا نيتكم. الصراحة يعني فرق معايا، بقيت حتى يعني يخليني افتكر ادايا معينة وكده. فصراحة لا فرق معايا. اكستنشن كمان فرق معايا هو مومنتم ده هو اصلا يعني اكستنشن للبرودكتيفيتي. هو بيخلي البراوزر بتاع جوجل يبقى شكله كده زي الديسكتوب، بيجيب لك اسمك كده اللي هو هلو كذا يعني كده هيبان على الشاشة. ويسألكوا ايه الثري جولز بس اللي انتوا عايزين تحققوها النهارده، بحيث ان هي تبقى قدامكم كل ما انتوا تفتحوا اللابتوب. وفي اوبشن الفوكس مود، وفي اوبشن، في بصراحه فيتشرز بجد بجد حلوه قوي. اخر اكستنشن فرق معايا وبجد يعني حبيته هو فورست اكستنشن. وفورست ده ابلكيشن اللي هو بنقعد نذاكر عليه وقت معين، وفي فوكس مود واللي هو التريز وكده. بس ده في منه اكستنشن على اللابتوب او على جوجل يعني كروم، وبتعملوا لينك كمان لو انتوا عندكم اصلا الابلكيشن على التليفون بتعملوا لينك مع التليفون. فالشجره اللي هنا اللي انتوا هتعملوه هنا هيبقى هنا برضو. فبصراحه هو لذيذ، وكمان مش بتضطروا تفتحوا تاب زياده عشانه، لان هو بيظهر كده زي حته صغيره يعني، مش بيبقى تاب لوحده بقى وتقعدوا ترجعوا ويعلق وكده. مش بيعلق يعني. انا لما كنت باجي بفتح اي فوكس مود او تايمر على اللابتوب في تاب معينه واروح لتاب تاني مثلا عشان بذاكر من على التاب التانية او كده، التاني كان بيعلق او بيخرب في الوقت، فما كانش بيحسب الوقت بالظبط اللي انا قعدت اذاكره او كده. فده اكتر واحد حسيت ان هو مش بيعلق، وفي نفس الوقت لذيذ في حته ان انا عملت شجره وعملت لها لينك بالتليفون. فانا مش معتمده بس ان انا على اللابتوب، لا انا كده كده الابلكيشن معايا على التليفون، ممكن احطه في اي حته بالاكونت يعني وكده. فده اخر كروم اكستنشن فرق معايا. ويا رب الفيديو يكون خفيف لطيف وتكونوا استفدتوا باي شكل، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.